نعمل البطاطس المشوية في الفرن بتتبيلة خطيرة حلوة جدا مع صوص الكاتشب على المايونيز. بيتقدم معاها مع المايونيز النباتي اللي عملناه، وينفع حيواني بلبن كامل الدسم. عايزه اقول لكم انه تتبيله روعه والمايونيز روعه، خطير جدا هيعجبكم. جبت كيلو من البطاطس متوسطه الحجم بالشكل ده، غسلتها كويس ونشفتها من الميه. هبدا اقطعها، هقسم كل بطاطسايه على 2 كده، وكل نص على 2. تبقى معايا بالحجم ده. بعد ما كملت تقطيع البطاطس معايا بالشكل ده، ودي البطاطس الويدجز المشويه اللي بتتباع في المطاعم، لازم تكون صوابع محمله كده وبتكون بالقشره، ما بنقشرهاش، عشان كده بنغسلها. غليت ميه، هضيف فيها معلقه ملح، هسقط فيها البطاطس، احنا هنعملها نص سوا بس في الميه علشان تكمل تسويتها في الفرن، تكون مقرمشه من بره وطريه من جوه. هنستنى لحد ما تغلي الميه بالبطاطس. بعد ما تغلي الميه بالبطاطس نعد 5 دقايق بالظبط، وبعدين نخرجها من الميه. غلت كده الميه بالبطاطس لمده 5 دقايق. بعد الغليان عايزينها تبقى طريه كده بس متماسكه زي ما هي. هطفي عليها النار واصفيها. ده شكل البطاطس بتاعتنا بعد ما خرجناها من الميه المغليه معايا بالشكل ده. هبدا اعمل لها التتبيله الحلوه اللي هنتبلها بيها. هنجيب معلقه كبيره من الزعتر، معلقه صغيره من البصل البودر، معلقه صغيره من الثوم البودر، معلقه صغيره من البابريكا، معلقه صغيره من الكاري، معلقه صغيره من الملح. اضيفهم كده على بعض. اضيف عليهم معلقتين كبار من النشا عشان يدوني قرمشه حلوه للبطاطس. كده تتبيله البطاطس بقت معايا جاهزه. هجيب معلقتين زيت كبار، هغلف بيهم البطاطس كلها. بقت بالشكل ده كلها محطوط عليها زيت اهو. هحط التتبيله عليها واغلفها برضو بالتتبيله. غلفت معايا البطاطس كلها بالشكل ده بالتتبيله. هجيب صينيه فرن وافرشها بورقه من الزبده وابدا ارصها فيها. لما رصيتها معايا بالشكل ده هدخلها على فرن مشغله من قبل ما ادخلها بربع ساعه علشان تكون سخن جامد. هندخلها تاخد لون من الجنب ده وبعدين نقلبها على الجنب التاني. هنعمل مايونيز سريع نقدمه جنب البطاطس. هنزل بنص كوبايه لبن نباتي او لبن عادي، انا عاملاه مايونيز نباتي. هنزل بنص كوبايه لبن نباتي ساقعه. هنزل عليها بمعلقه خل كبيره، معلقه ليمون كبيره. هضربهم مع بعض في الخلاط. هجيب نص كوبايه زيت وانزل بيها سرسوب خفيف من غطا الخلاط لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. بقى معايا المايونيز بالقوام الجميل ده. انا زودت نص كوبايه زيت تانية، يبقى نص كوبايه اللبن عليها كوبايه زيت كامله. انزل بيها سرسوب لحد ما يدينا القوام اللي احنا عايزينه. هضيف عليها رشه ملح ورشه فلفل. ادي قوام المايونيز بتاعي بعد ما بقى جاهز، احلى مايونيز نباتي. ده شكل البطاطس بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن. قلبناها على الجنبين، خدت قرمشه خفيفه من بره وطريه من جوه. ده شكل الطبق بتاعنا. البطاطس المشويه اللي عملناها في الفرن طريه من جوه ومقرمشه من بره، طعمها وريحتها خطير. عملنا صوص حلو كده بسيط يتقدم معاها كاتشب على مايونيز، ومعانا المايونيز النباتي بتاعنا.